ايه رأيكم بقى في العدس بتاعي؟ شايفة شكله؟ شايفة جميل ازاي؟ احلى اكلة في الشتاء، تدفي ومغذية وجميلة. وطبعا في الصيام اكلة صيامي جميلة، مع شوية شطة وليمون وشوية عيش محمصين كده في الفرن. بقطع العيش كده واحمصه بيبقى تحفة. لو أول مرة تشوفي قناة أكل صيامي، اضغطي على زر الاشتراك الأحمر وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وطبعا احنا عارفين إن فيديوهاتنا كلها أكلات نباتية أو أكلات صيامي. واعملي لايك للفيديو وشير لأصدقائك، ويلا نشوف بقى العدس عملناه إزاي. أنا عندي هنا ربع كيلو من العدس المغسول والإيه متنقي ومغسول. عندي كمان طماطم حوالي نص كيلو. عندي قرن فلفل اخضر، لو احمر هيبقى احسن بس ما كانش عندي احمر بصراحه، ومش هاخده كله. عندي جزر، عندي بطاطسيه صغيره، عندي بصلايه صغيره، عندي 3 4 فصوص من الثوم. هي دي كل مكوناتنا للعدس. الثوم هنا عشان صحيح انا بقطعه، وممكن تسيبيه صحيح، يعني انا سبت فص او اتنين كده سايباهم صحيحين، مش شرط ان انا اقطعهم يعني. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. انا عندي هنا حلة على النار، هحط فيها حوالي 4 معالق من الزيت النباتي، زيت عباد او زيت ذرة او زيت زيتون لو موجود هيبقى احلى كمان. حطيت البصلاية، هي بصلاية كانت صغيرة. هحط البصل وهحط الثوم وابتدي اديهم تشويحة. هنا ده توم صحيح زي ما بقولك، ممكن تقطعيه ممكن تسيبيه صحيح، مش هيفرق معايا يعني. وابتدي ان انا هقلبهم واشوحهم شويه لغايه بس ما ريحتهم تطلع، حوالي دقيقتين 3 مش اكتر من كده، يتبالوا بس. كده تمام. هنزل بعد كده بطاطسايه صغيره، الجزر كان طالع من الفريزر بتاع السنه اللي فاتت انا مخزناه. وهبتدي برضو اشوحهم مع الثوم والبصل، اديهم تشويحه حوالي دقيقتين كمان. فعلا التشويح مع بعض الخضار مع بعضيه في الزيت بيدي ريحة وطعم جميل جدا للعدس. هنا الفلفل لانه لقيته حراق خدت منه حتة صغيرة، ما خدتش كتير. طبعا ده انت ممكن تستغني عنه خالص ما تحطوش. لو انت بتحبي مرقة الخضروات في العدس ممكن في المرحلة دي تحطي واحدة مرقة خضروات، بس انا بصراحة مش بحب احطها. هنزل بعد كده بالعدس واحمره مع الخضار بتاعي. هبتدي اشوح فيه حوالي 3 4 دقايق مع الخضار. كده تمام. هنزل بالطماطم وتقلبتين برضو مع الطماطم. كده الخضار كله خد من طعم بعضيه، والتشويح في الزيت برضو عطاله طعم جميل قوي. هنزل بمية سخنة وعلى نار عالية لغاية ما يغلي، وبعد كده اوطي النار خالص واسيبه على النار حوالي ساعة الا ربع، 45 دقيقة. بعد ما استوى سبته برد، وبعد كده هبتدي اضربه في الخلاط. عشان ما يبوظش الخلاط ما تضربهوش وهو سخن. لو خلاطك من النوعية اللي بتتحمل درجة حرارة عالية تمام. هبتدي ان انا اضربه في الخلاط. في ناس بتضربه في الخلاط وعلى كده خلاص، انا بحب اصفيه بصراحة. هصفيه عشان اي قشور من الطماطم او من البصل او كده تطلع يعني ما. تمام. هصفيه كله بنفس الطريقة. وادي العدس طبعا قوامه زي ما احنا شايفين تقيل قوي. هبتدي اخفف قوامه بالمية لغاية ما اوصل للقوام اللي انتي بتحبيه. انا عن نفسي بحبه وسط، مش بحبه تقيل قوي مش بحبه خفيف قوي. بعد كده هديله غلوة على النار حوالي دقيقتين 3 كده بعد الغليان، واحط له الملح بتاعي. انا ما حطيتش سكر ليه؟ لان الجزر مسكر، فما حبيتش ان انا احط له سكر تاني. بعد كده حوالي 3 او 4 معالق من الزيت، برضو زيت نباتي، ومع حبة كده حلوة من الثوم المهروس، معلقة كبيرة قوي يعني كده مناسبة لكمية العدس. وابتدي احمرها. انا مش بحمر له بصل ولا حاجة في المرحلة دي على فكرة. لو حابة تحطي له شعرية هتحمري حبة شعرية وتحطيها فيه، بس انا حسيت ان قوامه مش محتاج شعرية. البطاطساية مخلية القوام لافف وحلو فمش محتاج شعرية. اكتفيت بس بالبطاطساية اللي انا حطيتها. بعد ما حمرتها احط هنا نص معلقة من الكمون
هحمرها مع التوم في اخر تحمير التوم كده. تحطي نص معلقة كمون، وتحطيها، دي الطشة بقى بتاعة العدس، وتحطيها على وش الحلة وتقلبيه كويس في العدس بتاعك. وبألف هنا وشفا. أتمنى إن هو يكون عجبكم فيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.